صباح الخير. آخر أخبار سرقة اللوفر اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025 نشروا أنهم تم القبض على 2 مشتبه فيهم من الأربعة اللي سرقوا المجوهرات من اللوفر. هما في عمر الثلاثينات. واحد منهم قبضوا عليه البارح السبت 25 أكتوبر، كان في شارل ديغول باش يسافر يروح للجزائر. هذا اللي قالوه، ما قالوش جزائري، قالوا باش يروح الجزائر. وقفته شرطة الحدود لأنه المحققين التقنيين لقوا 150 يعني بصمة دليل في اللوفر بعد السرقة. منها نسوا سترة صفراء، منها خلوا بوني، خلوا حاجات كثيرة، لامب، خلوا حاجات كثيرة فيها البصمات تاعهم. يعني من الأربعة يعني اللي دخلوا سرقوا اللوفر 2 في الثلاثينات تم القبض عليهم يعني لحد الآن التحقيقات. كما قلت واحد منهم قالوا كان باتجاه للجزائر، ما قالوش جزائري، لكن ربي يستر وخلاص. إذا كان جزائري هذه مصيبة كبيرة من اللي سرقوا اللوفر، وراح تتحل مشاكل كثير على الجزائري. لكن فيها يد جزائريين في سرقة اللوفر راح تكون فيها مشاكل كثيرة. وكما عارفين الصحافة وعارفين السياسيين هاتي برك يشدوا خيط. يعني بما أنه الجزائر أكبر جالية في فرنسا، أكيد يعني راح تكون هي أكثر جالية فيها يعني حاجات مش مليحة، لأنها جالية كبيرة أكثر من 3 مليون شخص. المهم هذه الأخبار اللي نشرت اليوم الأحد الصباح 26 أكتوبر 2025، وراح نوافيكم بالجديد إن شاء الله. يا ربي يكون خير. وهذا هو المهم. الأربعة زوز راهم قالوا باش يحجزوهم لمدة 96 ساعة للتحقيقات، لأنه 150 قالوا دليل المحققين لقوه. الله يستر على الجميع. هذا ما نقول. إذا يعني سرقوا يستاهلوا، خلي يشدوهم ويحاكموهم. السرقة مش مليحة. انتبه به في سرقة تاع متحف لوفر في فرنسا جزائري. بعد سرقة اللي صارت في متحف لوفر وسموها سرقة القرن، بدات التحقيقات مع السلطات الأمنية اللي تما في فرنسا، وقدروا يوصلوا لمطار شارل ديغول وين حكموا واحد مشتبه به كان رايح للجزائر، يعني كان عنده فول للجزائر، ويقولوا باللي هذا الإنسان عنده سوابق عدلية في فرنسا. بعدها قدروا يروحوا لباري وين حكموا مشتبه به تاني متوجه لمالي، يعني هاد الزوج من افريقيا. هاد السرقه صارت عن طريق 4 اشخاص قدروا يدخلوا المتحف بزاف سيكوريزي في العالم، وين سرقوا مجوهرات واشياء ثمينه بزاف وعندها تاريخ في فرنسا. من التحقيقات وصلتهم انه واحد من لا سيكوريتي اللي يخدم تما في المتحف هو اللي كان يمد لهم المعلومات باش قدروا يدخلوا ويسرقوا في مده تاع 7 دقائق. والقيمه تاع المسروقات كانت 80 مليون اورو. يعني لحد الساعه هاد المشتبه بهم ما راهمش سير باللي هما اللي داروا هاد العمليه، باسكو اصلا السلطات عندهم البصمات، يعني يقدروا يديو بصمات وين يديروا لاديان ويعرفوا شكون هاد الناس اللي دخلوا. مي هاد الزوج اللي حكموهم مشتبه بهم بصفه كبيره. في الاخير كان معكم طارق اسطوري، سلام. اللي يسرق اللوفر من الجزائر جزائري، جزائري. قال لك توقيف مشتبه به في سرقة متحف اللوفر بفرنسا أثناء محاولته الهروب إلى الجزائر. ثم على بالكم باللي هذه العصابة هذه كانت تتعامل وكانت تتعاون أو كانت متفاهمة ومتفقة مع وزيرة الثقافة الفرنسية الجنسية المغربية. وعلى بالكم باللي ماكرون قام بتوقيف وزيرة الثقافة الفرنسية مغربية الجنسية، وهي اللي جبدت خيوط القضية. ذكرت قناة BFM TV الفرنسية نقلا عن مكتب المدعي العام في باريس أنه تم توقيف أحد المشتبه بهما في قضية سرقة متحف اللوفر، وذلك في مطار شارل ديغول حوالي الساعة 10 ليلا، بينما كان يستعد لركوب طائرة متجهة إلى الجزائر. خوتنا هذا الإنسان هذا هو فرنسي مغربي، عنده جنسية فرنسية وعنده جنسية مغربية، متفق مع الوزيرة الثقافة الفرنسية المغربية أيضا
اتفقوا، قال لك حنا نسرقوهم نهبطوا للجزائر، بحكم انه الجزائر وفرنسا علاقتهم سيئه وما عندهمش كونتاكت مع بعضهم وما عندهمش علاقات. يعني الجزائر من سبع المستحيلات انها تقوم بتسليم هذا المشتبه. المشتبه به تم وضعه رفقه اخر تحت الحجز للنظر بالتهم التي تتعلق بالسرقه او سرقه ضمن عصابه منظمه وتشكيل جماعه اجراميه. السلطات الفرنسيه لم تكشف بعد عن تفاصيل المسروقات او عن حجم العمليه في انتظار استكمال التحقيقات التي يتابعها الإعلام الفرنسي عن قرب. خوتنا راهم يقولوا هما حابين يلصقوها في الجزائر وحابين يلصقوها في شخص جزائري، زعما هو الذي قام بسرقة متحف اللوفر. عباكم علاش حبوا يلصقوها في الجزائر؟ حبوا يسقطوا التهمة عن وزيرة الثقافة الفرنسية المغربية. فهمتوني علاش حابين يلصقوها في الجزائر؟ علاش؟ لأنه هما مشكلتهم دائما الجزائر، الجزائر ثم الجزائر، الجزائر دارت، الجزائر ما دارتش. مرارا وتكرارا قلناها بأن المشتبه أو هذوما الأشخاص اللي اشتبهنا فيهم بأنهم هما اللي سرقوا متحف اللوفر، قلتها مرارا وتكرارا، راهم عصابة مغاربة وعصابة مغاربة وبعض من الفرنسيين وبعض من الأفارقة، هما 4 مشتبه بهم. طبعا هما علاش حكموا هذا؟ قال لك مشتبه به وحكموه لأنه جزائر، لأنه راهم يقولوا هما جزائري. بصح أنا المعلومات اللي عندي والمعلومات اللي أنا تحصلت عليهم من طرف بعض الأصدقاء يقولون بأنه هذا الشخص مغربي فرنسي كان يستعد للسفر إلى الجزائر، وهذا المشتبه به راهم يقولوا المشتبه به حكموا زوج، واحد راهم يقولوا جزائري والثاني يقولوا جزائري أيضا، باش يلصقوا تهمة مع الجزائر. باش